السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. مش ممكن هترمي الشمع ده تاني بأي حال من الأحوال. اوعي ترمي أي شمع بيسيح عندك. دلوقتي لما تيجي تعملي الشمع لأي ظرف من الظروف، حطيه في طبق يتحوش فيه الشمع اللي بيسيح. ليه؟ هنعيد استخدامه وهنعمل منه شمع حلو جدا جدا جدا. دلوقتي انا معايا الشمعتين اللي لونهم احمر دول، كنت انا عاملاهم من بواقي الشمع. والشمع الصغنن ده كنت شارياه على انه شمع معطر فواح يعني. فاكتشفت انه ولا ليه اي علاقة بالروايح ولا اي حاجة خالص، وما بيولعش كويس. فقلت هستخدمه. لميت بواقي الشمع اللي عندي كلها. طبعا انا كنت محوشه الشمعة الصغيره ديت الحمراء اللي ساح منها، بس ولادي ولاد حلال يعني رموه. فقلت استغل الشمعات الصغيره واستغل معاها اللي فايض من الكبيره. والجزء الكبير اللي ساح من الشمعة الكبيره هقطعه، لان خلاص طول ما فيهوش فتله فمش هتستفيدي بيه بحاجه. فانا هقطعه واحطه على الحبة اللي انا كسرتهم دول، وهنستخدمهم كلهم تاني. معلش الجزء ده اتعاد تاني، بس هي برضو بوريكم وانا بفك الشمعات الصغيرة من يعني يعتبر زي ورق فويل محطوط عليها، يعني متغلف بيها الشمعات الصغيرة ديت. اي شمع عندك بيسيح حوشيه وعيدي استخدامه تاني. مش هتشتري شمع تاني خلاص. لأي سبب من الأسباب حابة تعمليه شمع فواح، ممكن تحطي عليه زيت عطري. هيبقى حلو جدا جدا. وطبعا انت بقى اللي هتبقي عاملاه وواثقة من البرفيوم او الزيت العطري اللي انت حطاه عليه. بأي رائحة تعجبك انت ممكن تعمليه كده. انا بفك كل الورق الفويل اللي متغلف بيها. هي سهلة وبسيطة ومش صعبة خالص. لو لسه موجودة معايا لحد دلوقتي، يا ريت تشرفيني باللايك والشير والاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كده انا كسرت كل الشمع. هنستغل الكنز او علبة الكنز الفاضية. انا كنت الاول بحط في كوبايات استانلس، بس كان بيبقى صعب عليا وانا بخرجه منهم، لاني المره اللي فاتت لما عملته ما حطيتش فيها زيت. يعني ممكن تمسحيها بفرشه زيت كده بحيث انها يبقى سهل خروج الشمع من الكوبايه. بس خلاص يعني استغليت فعلا الكنز استغلالها احسن، وانا مش عاوزاه تاني. ودي الوان من عند الموان حلوة جدا. بتلون حلو قوي، وهم نقطتين 2 بالعدد او 3 على حسب الكمية اللي انتي بتستخدميها. انا جبت دبارة لخيط اتامين. الخيط ده يعني سميك شوية، مش هيتحرق بسهولة او بسرعة. وربطته على قلم، اي عصايه شيش طاووق، قلم، اي حاجه بتربطي عليها الفتله دي بطول الشمعه اللي انت عاوزاها على حسب الطول اللي انت عاوزاه. وبرمته كويس وحطيته في نص علبه الكنز. اهم حاجه انه يبقى واصل لاسفل علبه الكنز للقاع تماما، علشان يبقى جايب الشمعة من اولها لاخرها. انا سيحت الشمع كله، وزي ما قلت لك حطيت عليه 2 أو 3، حوالي 3 نقط من الالوان ديت. ممكن تسيحيه على البخار او تسيحيه على النار عادي، بس علشان ما احطش الطبق اللي استلس على البوتاجاز حطيته على البخار وصح بسرعة. تجميعة اللون اللي انت شايفاها دي هي دي سائل اللون، يعني اللي هيتجمد الشمع، لكن سائل اللون مش هيتجمد. فهتشوفي في الاخر هيبقى عامل ازاي. حاول اظبط القلم في النص بالظبط ونسيبه لما ينشف خالص.
خالص، هينشف تماما ويجمد كويس جدا، وهتشوفي هيبقى شكله عامل ازاي. يا رب فيديوهاتي تعجبكم، ويا رب اعادة تدوير الشمع ديت تعجبكم. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم، وربنا يعيد علينا وعليكم الأيام الجميلة دي بالخير واليمن والبركات. زي ما انتم شايفين الشمع اتجمد كله، ودي الفتلة الزيادة الخارجية. هبتدي أقص علبة الكنز. هي سهل جدا، قطعها سهل جدا، وخلعها من الشمع سهل جدا. هقطعها كده وهتتقطع داير عادي جدا. شايفين بقى السائل اللي انتوا شايفينه ده؟ هو ده سائل اللون. فسائل اللون مش هيتجمد مع الشمعة، فهيبقى ايه زيادة لوحده كده. هنجيب منديل ونمسحه، ونبقى كده خلصنا الشمعة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين ممكن تعمليها بقى في اي شكل يعجبك. ممكن تعمليها في كيس بلاستيك وتربطيه من الوسط كده، يبقى شكل يعني. بس انا حبيت اعملها في علبة الكنز. سهلة وبسيطة ومدية شكل شمعة حلو. شايفين شكلها حلو وخدت لون حلو. اللون اللي يعجبك اللي يريحك ممكن تعمليه بألوان مختلفة، وهما نقطتين 2 فقط او 3 نقط على مقاس الشمعة اللي قدامكم ديت. الجزء التاني دي الشمعة اللي انا قطعت الزيادة اللي فيها، برضو ماشية معايا واستخدامها حلو جدا. ودي نهايته، دي نهاية الشكل. يا رب يعجبكم، ويا رب تستفيدوا من الفيديو. واوعي ترمي الشمع تاني، اوعي ترمي اي شمع بيخلص تاني، شيليه وعيدي استخدامه من تاني. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب الايام الحلوة تبقى دايما في حياتنا، والاوقات الحلوة في حياتنا. حلوين مش كده؟ يا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب تشرفوني في القناة وتاخدوا لفة كده وتقلبوا في الفيديوهات، هتعجبكم قوي قوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.